يعني ايه انسان يبقى عادي وطبيعي وفجأة يحصل له حاجة زي كده؟ جاله سرطان و3 جلطات في القلب، ومحدش كان يعرف اي حاجة، وانه اضطر انه يشيل الكلى عشان يستأصل الورم، وكل اللي حصل له ده بسبب حقن التخسيس. انا خدت الحقن المونجارو ولا المونجارو بيقولوا عليها دي ومونجارو، قبل كارثه. كده خدت الاوزيمبيك وكل مشيت معاهم. جربته. اوكي. حصل لي كارثه، حقنه منهم ادت الى توقف الجهاز الهضمي. انا اللي حصل لي ده حصل لي بسبب حقن التخسيس. تعبت جدا جدا جدا، دخلت المستشفى، حصل لي شلل مؤقت في المعدة، ادت الى ان انا مش عارفة اكل، مش عارفة اشرب، والم رهيب، وكنت قاعدة على المحاليل. منى فاروق جالها شلل في المعدة، وطلبت من الجمهور يدعي لها تعدي ازمتها الصحية دي على خير، خصوصا انها تعبانة ومحجوزة في المستشفى. بعد فترة اختفاء ظهرت من تاني، ونشرت ستوري كشفت فيه سر تعبها، وقالت الحمد لله على كل حال، توقف مؤقت في الجهاز الهضمي ومحتاجة منظار قولون ومنظار معدة، يا رب تعدي على خير، خدوا بالكم من صحتكم، ارجوكم ادعوا لي بالشفاء العاجل. وتعب منى فاروق كان بسبب حقن التخسيس اللي كانت بتاخدها، وبالمناسبة ده كان نفس اللي حصل بالظبط مع الفنانة هند عبد الحليم، وطلعت حذرت الناس من الحقن دي، وطلبت من اي حد بياخدها يوقفها بشكل عاجل. كل المشاهير اللي انت شفتهم في اول الفيديو دول ناس مقتدرة ماديا وناس متابعة مع دكاترة، ولذلك برضو حصل لهم مشاكل صحية نتيجة استخدام الاوزيمبيك والمونجارو وغيره 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 كتير. طبعا في مواد جديدة لسه طالعة وفي ليلة كبيرة ساعات. فلو انت شخص مش عايز تجازف بصحتك، مش عايز تدخل في المخاطر دي وتوصل للمرحلة دي، مش محتاج اكتر من انك تتابع مع حد بيتقي الله، يتابعك بجد، يصمم لك بروجرام بجد مخصص ليك، يساعدك انك تخس بطريقه سهله بدون حرمان، بدون الدايت اللي هو ورقه خس وجزرايه وخيرايه والكلام ده، لان ده مش دايت، ده انتحار وهتدفع ضريبته. استخدامك للاوزيمبيك والمونجارو وكل الكلام ده ليه ضريبه، والضريبه هتدفعها. عايز تخس بسرعه تدفع الضريبه. المشاكل اللي هتعود على صحتك واللي حصلت للمشاهير اللي انت شفتهم في اول الفيديو، الناس اللي هي ممكن يكون معاها افضل دكاتره في مصر او بره مصر، فمش منطقي انك تجازف بصحتك عشان خاطر عايز تخس بسرعه، عشان خاطر انت متخيل الدهون اللي قعدت تخزن فيها سنين هتتخلص منها في كام شهر. ده مش طبيعي، والله العظيم ده مش طبيعي. لازم تدي كل حاجه وقتها وتخس بامان. والموضوع دلوقتي يا شباب والله العظيم اسهل من زمان بكتير. دلوقتي الموضوع بقى علم بحت، بقى في ثقافه التغذيه اللي ما كانتش موجوده زمان. زمان كان متعارف عليه، عايز تخس قلل اكلك، عايز تزيد كل اخضر ولابس، والكلام ده مش صح. الكلام ده خلاص راح زمنه. دلوقتي الموضوع علمي بحت، فهتوصل للنتيجه اللي انت عايز توصل لها لو اديت المتخصص اللي انت بتتابع معاه او المدرب اللي انت بتتابع معاه وقته والتزمت، بدون ما تجازف بصحتك وبدون ما تحرم نفسك وبدون ما تعيش حياه معقده وحياه صعبه عشان خاطر تخس. ومش محتاج اقول لك، لو انت عايز توصل لهدفك وتختصر على نفسك وقت طويل جدا وتجارب عشوائيه وممكن تضر بصحتك، بعت لي رساله اختصر على نفسك الوقت ده كله، هريحك انا من القصه دي كلها. نسيت اقول لك، الاوزيمبيك والمونجارو بارقام فلكيه، بارقام كبيره، انت اشتراكك معايا اقل من كده بكتير. ابعت رساله انت لسه بتفكر. سلام يا عم.